بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم عبد الودود للطبخ والحلويات. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا بخير، تكونوا بألف صحة وعافية بإذن الله. اليوم إن شاء الله راح نديروا معكم البراج أو المبرجة. هذا الفيديو كنت عملته معكم من قبل، لكن التصوير تاعو رديء جدا، يعني الكاميرا كانت من الفوق. واخوات كثار يعني طلبوا مني اني نعاود هذا الفيديو بطريقه، يعني طريقه تصوير احسن ومفهومه باذن الله. الابراج اليوم تاوعنا يعني ما همش تقليديين بالطريقه التقليديه اللي فيها زبده وسميد. ارتأيت اني ندير طريقه تاع اختنا ام اماني. هذه الطريقه يعني عجبتني بزاف، وكل واحد ذاقهم يعني عجبتهم وحبوا الوصفه، على هذا يعني عملتها لكم. ويبقاو يعني طريين ويبقاو لمده طويله وهما طريين وهشاش ويذوبوا في الفم. نحتاج كمقادير لهذه الوصفه. انايا هنايا عندي 4 كيلات سميد هنا متوسط. عملت سميد موله متوسط. عملت بالكيله هذه تاع الزبده تاع 250 غرام، هذه هي. عملت بها 4 كيلات سميد يعني معمرين، وعملت كيله فرينه. عندنا ملعقه صغيره ملح، نحتاج فيها كاس تاع 240 ملل حليب كما كتشوفوا ناقص اصبع، ونحتاج نص كيلة زيت، ونحتاج 250 غرام مارغرين تاع هذا الكيلة، ونحتاج ملعقه صغيره من خميره الحلويات. هذه الخميره راح تخلي لنا البراج تاعنا يعني هشاش. ونحتاج يعني لعجينه التمر نحتاج تمر. هذا التمر كما قلت لكم يعني اختاروا النوعيه هذه اللي تكون يعني اللون تاعها قاتم، هذه ما تكونش فيها يعني كما حنا نقولوا العلف بزاف، يعني يكونوا طاحنين معاه العلف. ونحتاج ملعقه كبيره جنجلان محمص، هذا اختياري. ونحتاج ملعقه زبده كبيره باش نعجنوه. نمشيو لطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه هنا قلنا 4 كيلات مع كيله فرينه، نديروا لهم ملعقه كما راكم تشوفوا مملوءه مليحه ملح، ونديروا هذه الملعقه تاع خميره الحلوى هكذا، ملعقه ممسوحه. راح نخلط هذه المكونات هكذا. الطريقه هذه اللي راح نعتمدها، يعني مكان له نروح نبسس السميد مع الزبده، راح نديروا طريقه مختلفه جدا. بعد ما خلطنا هذا نحطوه بجيه. الان نجيو للمارغرين تاعنا، قلنا 250 غرام. راح نضيف عليها نص كيلة تاع الزيت اللي كنا تكلمنا عليها، وراح نخلطوها مع بعض. هكذا بعد ما خلطنا الزبده مع الزيت راح نضيفوا عليه هذا الكاس تاع الحليب اللي قلنا ناقص، وراح نخلطها. هذه هي الزبده تاعنا مع الحليب والزيت. شوفوا هنا الكريمه اللي تحصلنا عليها، راح نحطها هنا الان. هذه هي الكريمه اللي تحصلنا عليها، شوفوا يعني كريمه ما شاء الله. راح نضيفها هنا للسميد هذا. نخلط هذا السميد مع هذا الكريمه اللي كنا عملناها بالزبده والحليب والزيت هكذا حتى نتحصل على العجينه. الاخوات يعني اللي ما تلمت لهمش العجينه يقدروا يضيفوا عليها الحليب حتى تلمد لهم. الان راح نعملوا لها هكذا، يعني نعركوها شويه باش تدخل هذاك الخليط مليح في السميد، هذيك الزبده، حتى نتحصلوا على عجينه. الان هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها، راح نقسموها على 2.
الان تحصلنا على عجينه كما هكذا طريه، تشوفوها هنا كيفاش طريه. انا واش راح ندير؟ قلنا متساويين، راح نقص شويه من الاولى ونزيدها للثانيه. الثانيه علاش؟ هذه راح نديروها من الفوق وهذه راح نديروها من التحت. لازم تاع الفوق تجي شويه كبيره على تاع التحت باش نغلقوا على العجينه نتاعنا. هكذا راح نحطها بجيه ونبداو نخدموا المعجون تاعنا. نجيب المعجون هنا هذا اللي استعملته طري بزاف مليح ما شاء الله. راح نوريه لكم، شوفوا كيفاش طري هكذا. الاخوات اللي شرات معجون يعني ناشف تفوروا ودير له المقادير اللي ذكرناها. هكذا راه طري ما شاء الله. راح ندير له شويه تاع الجلجلان، قلنا ملعقه. راح نعجنه بملعقه تاع زبده كيما هكذا. قلنا الاخوات يحبوا يضيفوا يعني قرفه او قرنفل يقدروا يضيفوا. المره اللي فاتت يعني كنت عملت لكم فيها ملعقه صغيره تاع خميره. اخوات اللي يحبوا يديروا الخميره يديروا الخميره، راح كذلك يجيهم مليح. راح نعجنوه مليح. نتحصلوا على عجينه طريه تاع تمر. الان هذو كامل راح نقرصهم نفس الشكل. نحتاجوا هذا ورق المطبخ هذا تاع الطاولات باش نحلوا العجين نتاعنا، راح يساعدنا كثير. راح نفتح اللي قلنا عليها، نجيب الجزء الجهه السفليه هي اللي جايه صغيره شويه، نحلها عادي كيما الخبزه تاع الفطير. الان حلينا هذه، راح نحلو هذه نفس الشكل كذلك فوق ورق غذائي، وكذلك راح نحلو هذه حسب هذه الخبزه كذلك، ونرجعوا مع بعض باذن الله. الان هكذا اذا كنتو دايرين بلاستيك من التحت يعني تبدوها ببلاستيك ونحطوها فوق العجينه نتاعنا، راح تجينا معاها قيس. الاخت يعني تحل وتقيس هكذا بهذا الشكل. راح نجبدها بجيه ونحلو الكره الاخرى ونشوفوها. الان حتى هذه حليناها، راح نحطها بجيه هكذا ونجيب هذه نحطها هنا، نعاود نجيب هذه بمساعده البلاستيك ونحطها فوق خدها هكذا ما نخافوهاش اذا تكسرت لنا، لاني راح نغلق عليها هكذا ونعدلوها هكذا. راح نغلق عليها وراح نفتحها. يعني كي نحلوها بالبلاستيك تجينا يعني ماهيش مشقه وتجينا مليحه، تجينا ليس من الفوق رطبه هكذا. ونفتح الان كما راكم تشوفوا هذه هي العجينه نتاعنا بعد ما حليناها. راني رققتها مليح يعني حسب الاذواق، مانيش عارفه اذا كانت تبان لكم او لا كامله. المهم اني قصيتها رقيقه، راك نعاودو نقطعوها. راح نستعمل لنا الكوبات باش نقطعها يعني لتسهيل العمليه اكثر. علاش نديروها رقيقه؟ يعني باش تجينا طيب لنا مليح، باش ما تجيناش معجنه. انا نحبها رقيقه عن نفسي، وكاين اخوات يعني يقدروا يعملوها يعني طبقتين يعني الله يبارك عليهم. كما قلت لكم يعني الاخت تحب تقطعها مقلوبات، كما تحب تقطعها يعني مربعات او مثلثات، لكن البراج يقطعوهم هكذا. الان راح نسخن الطاجين وراح نطيبوا الحبات يعني مع بعض ونشوفوا النصائح اللي نطيبوا بهم هذا المبرجه. الان هنا راني درت الطاجين يسخن. هنا تشوفوا النار يعني قللت لها كما راكم تشوفوا النار قليله بزاف هكذا باش يطيب لنا من الداخل مليح وما يجيناش معجن. راح نوري لكم كذلك السمك اللي درتو. هذا هو السمك يعني اقل من 1 سنتيم. راح نحطوهم يطيبوا
الاخوات المبتدئات كيما هكذا يوسعوا ما بيناتهم باش تقدر يعني تقلب الحبات نتاوعها. لازم نقلبوهم يعني مره على مره باش يتحمروا لنا مليح هكذا. شوفوا بداو يدوا لي اللون، نبدا نقلب كيما هكذا حتى يطيبوا لي كامل مليح من الجهات كامل. حنا نحوسوا عليهم يطيبوا مليح وكذلك يدوا لي لون ذهبي، ما لازمش نحرقوهم. هذه هي يعني قلت لكم نقلبوا مره على مره باش يطيب لنا مليح. كذلك هكذا كما راكم تشوفوا يعني ما تفتناش ودانا لون ذهبي رائع. هذا هو البراج بعجينه سحريه ما شاء الله عليها. الان هذه هي البرجه تاعنا راهي طابت. هذا هو اللون الذهبي اللي داتو لي. اخواتي الكريمات هذو هما البراج تاعنا بعد ما طابوا. هذا هو الشكل تاعهم النهائي. هذا هو كذلك السمك نتاعهم. الاخت يعني تقولكم تختار اي شكل تحبوا تعملوا. كاين اللي راهم دروك يعملوهم بالطابع، ولو اني يعني ما نحبذهاش لانه نصف العجين يعني نعاود نخدمه على شحال من مره. هكذا يعني تجيني العجينه نتاعي مليحه بلا ما نعاود نعجنها يعني شحال من مره وتجيني خفيفه هكذا. شوفوا الشكل تاعها راه ما شاء الله. هذا هو الشكل تاعها من الداخل وكذلك يعني طايبت لي مليح والنكهه تاعها يعني ما شاء الله. مقادير هذه اللي درتها راح تخرج لنا كميه كبيره يعني وراح تفرحوا وليداتكم وعائلتكم بها. كما هذه يعني راح تنجح لنا 100%. كل الاخوات يعني اللي جربوها قالوا لي ما شاء الله، حتى العائلات نتاعهم فرحوهم بهم ولو انهم يعني المره الاولى يخدموها. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا كانت عجبتكم ماذا بكم تعملوا لي جيم اسفل الفيديو، تشتركوا معايا في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.